في واحده يا جماعه معايا خاسه كتير قوي، ادتني فكره عظيمه جدا ان مش عشان لازم تخس لازم تقعد تشترك في جيم ب 20,000 جنيه، ولازم تقعد تجيب تمارين من على النت، ولازم تعمل مش عارف لازم تطلع الجبل ده. لا، لقيت ان الموضوع بسهوله على فكره الجبل ده كبير جدا، بس يعني ممكن اوريه لكم، بس هو يعني في الفيديو مش باين قوي. فالفكره اللي هي ادتاني فكره لطيفه قوي، ازاي نحول شغل البيت لرياضه حقيقيه. طبعا انا ضفت فيها حاجات كتير قوي، فركز معايا لانه اقسم بالله ممكن الفيديو ده يغير كل تاريخك في الدايت، يبقى جيم تشينجر. ركز معايا، اكتب كل الخطوات لانهم كتير قوي وكل حاجه هي ليها علاقه بحاجه. وخلي الفيديو ده عندك، اعمل له سيف وابقى شوفه في اي وقت تاني، او شوفيه في وقت تاني سوري، ازاي تحولي شغل البيت اللي تبقي مكنه حرق دهون فيه. فاعملي كل الخطوات دي. اول حاجه انا عاوزك تساعدني كويس قبل ما تعملي شغل البيت، اشربي ميه كويس، اعملي ترطيب كده لجسمك لطيف، وممكن تشربي كافيين، قهوه خضراء او قهوه عاديه بس طبعا من غير سكر، او شاي اخضر لان الكافيين بيديكي طاقه كويسه. ونبدا في شغل البيت. وانت بتشتغلي في مشروب كمان ممكن تعمليه يديكي الكترولايتس عشان لو انت بتهبطي. فده اللي احنا قلته قبل كده ربع معلقه ملح هيمالايا على لتر ونص ميه، سموزي ليمون نعناع، هيكون لطيف وانت شغاله عماله بتشربي فيه. الخطوه الاولى ان انا عاوزك وانت بتعملي شغل البيت بتعمليه بتفركي بسرعه، عماله بتعملي مجهود كبير. دي بس الخطوه الاولى، يعني اعمليه بايه؟ بذمه كده. رقم اتنين، اعملي لنفسك تاسك انك تعمليه في وقت اقل. لو انت متعوده انك بتعمليه في ساعه، انا عايزك تعمليه في نص ساعه. ده ليه؟ مش هيخليكي كل شويه تقعدي وتعمليه ببطء، لا، هيخلي ضربات قلبك تزيد وتعمليه بسرعه جدا، وده هيزود حرق دهونك. النقطة الثالثة هي رخمة بس والله العظيم ثلاثة هتفرق معاكي جدا وهتفرق في شكل جسمك، ودي اللي انا قلتها لها وفرقت معاها قوي. هنحط ويتس، هنحط اوزان. انا قاعد بقدرك جنب شغل البيت بس اخوكي يعني. حط اوزان يعني ايه؟ ازازتين ميه اللي هي الصغيرين دول، حطيها مثلا في جيب البيجامه بتاعتك ولا مش عارف اسمها ايه، وانت شغاله زودي بس وزن، او امسكيها في ايدك وانت بتعملي حاجه، امسكيها بايد واعملي بايد تانية وبعد كده بدلي. خلاص. الاوزان دي اكنها دي تمارين المقاومه اللي انت هتعمليها، لان ده شغل البيت بصورته العاديه، ده الديلي اكتيفيتيز بتاعتك، مش هيفرق في حرق الدهون. هيفرق لو عملنا الخطوات دي، لو صعبناه شويه، لو عملنا حاجه اسمها بروجريسيف اوفرلود. اقسم بالله الفيديو ده يا جدعان هيغير حياتكم، فركزي في كل الخطوات دي. يبقى احنا قلنا هنعمله في وقت اقل، هنزود الشده بتاعته، نستعد كويس، هنشرب شاي اخضر او هنشرب حاجه فيها كافيين عالي، ونشرب ميه نرطب جسمنا كويس. واحنا بنعمله هنحط اوزان. لحد دلوقتي النقط دي هايله كده معانا. هنعمل بقى تمارين تنفس واحنا بنعمله. يعني الوقت اللي انت تعبتي فيه هتعملي تمارين تنفس عميق، لازم عميق، لان احنا قلنا في مليون فيديو قبل كده اهميه تمارين التنفس في حرق الدهون، اهميه حقيقيه. ده مش كلام اجانب بس اللي مديتيشن لا، ده اهميه حقيقيه في حرق الدهون. فلما هتريحي بعد مثلا ربع ساعه، يعني مش هتريحي من اول دقيقه، واملي صدرك كده وطلعيه، اطلعي على الجبل ده. انا عايز يا جدعان شغل حقيقي بتفركوا الدنيا يعني خالص. النقطه اللي بعد كده، عايزك عايزك تعملي ايه؟ اكنك بتكافئي نفسك لما نهيتي حاجه معينه. يعني لو نهيتي الاوضه فهتعملي تمارين بقى اعلى، ارقصي كده بسرعه وتنططي وبتاع، حاجات عبيطه بس يا جدعان نظام التحفيز في عقلنا. عارفين هو مثال كده، يا ريت منتج اللي بيعمل لنا المونتاج يعملها لنا كده، دي تبقى سلوجن الفيديو: فيك ات تيل يو ميك ات. يعني اخدع نفسك لحد ما تصدقها. فتفرح بقى، تعملي تمارين وتنبسطي وترقصي، وايه انا عملت الاوضه دي وخلصتها في وقت قياسي النهارده وبتاع. لما بنفضل ندي اشارات لمخنا ايجابيه كده، اقسم بالله بننجح. احنا بنتكلم على حاجه هي هتفضل تحصل لمده سنه. ما تفكروش ان انتوا هتعملها اسبوعين وهي حاجه اوزن يا دكتور ما خسيتش ليه وبتاع. هنعملها لمده سنه. فالحاجات دي مع تكرارها لمده سنه اقسم بالله هتغير حياتكم كلها. وتمارين المقاومه اللي انا قلت لكم دي هتشد جسمكم جدا جدا جدا. بعد كده بقى انا عاوز حركات مركبه. الحركات المركبه دي بتقول لجسمك اوردر ان مش دي الشغل اللي احنا متعودين عليه. حركات مركبه دي يعني ايه؟ بس هي دي انا جبتها من على النت بقى، عملت مجهود بقى انا كمان. ان انت وانت بتعملي شغل البيت اعملي سكواتس مثلا. يعني ايه؟ مش بتنزلي تجيبي الحاجه فبتوطي كده، لا، بتنزلي عارفين السكواتس؟ هنحطها لكم برده، ممكن اي رسمه كده توضيحيه. تعملي سكواتس، تنزلي كده عشان تنزلي بوزن جسمك فرجلك تشتغل اكتر. الحاجات دي هتفرق جدا 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 معانا. فاضل بقى حاجتين بساط خلاص هننهي بيهم. اول حاجه، انت هيبقى ده روتين دايما بيحصل. دايما بيحصل يعني ايه؟ يعني حتى وانت مش مبسوطه
هتعملي ده، مش هتعملي شغل البيت بقى اللي هو دكتور محمد بلا اللي هو قاله ده. سيفوا الفيديو عندكم هتحتاجوه اقسم بالله، عشان انا عايز كل الخطوات. ما حدش يعمل لي حاجتين وهو ده اللي بحب اعملهم وخلاص كده. انا عايز كل ده بيحصل خلاص. وانت بقى متضايقه وانت حد شايفك فما تبقي مكسوفه، لا يقول لك انت ايه اللي حاطاه في جيبك دوت وبتاع. ما انا حاطه ازازتين، انا عبيطه وحاطه ازازتين ميه وهم دول اللي هيخسسوني وهم دول اللي هيغيروا حياتي بجد. فدي النقطه الثانيه، ان ده بقى روتين ثابت نو ماتر هابند، من ناس حواليكي بتتفرج عليكي، من زهقانه في يوم ومش طايقه الموضوع دوت، هات الفيديو واعملي الحاجات دي. النقطه الاخيره، ان بعد التمارين بتاعتك الشاقه اللي هتعمليها دي، اعملي كلي وجبه كلها بروتين، وبروتين عالي اكتر من اللي انت متعوده عليه. لو في العادي بتتغدي ببيضتين خليهم 3، لو بتغدي بربع فرخه خليها نص فرخه. وصدقوني هتقولي بعد 3 اشهر بالظبط، هتقولوا انا جسمنا اتشد، معدل خسساننا احسن، حرقنا للدهون بقى افضل. بعد 6 شهور بالظبط هتقولي يا دكتور انا فعلا اتغيرت جدا. بعد سنه هتقولي يا دكتور انا بقيت بقول للناس، كل الناس تعمل الحوار ده لانه فرق معانا جدا للناس اللي مش بتعرف تنزل الجيم. احنا قلنا انت مش لازم عشان تعملي انجاز فتطلعي الجبل ده تديه. الانجازات والنجاحات بتحصل لما بنعمل سمول اورجنايزد ستيبس. سمول اورجنايزد ستيبس، خطوات صغيره منظمه. ده اللي بيغير عقلنا اقسم بالله. ده اللي بينجحنا يا جدعان في الدايت وفي غير الدايت. محدش بينجح عشان بيشترك في احسن جيم وبيدفع له 3 4000 جنيه للترينر وبيروح بقى يشتري مش عارفه ايه. مش هو ده اللي هينجحك. اسمع مني، لان اللي انا بقوله لك ده المهم، ما يضحكش عليك. غير حياتك بتفاصيل بسيطه صغيره. ارجوكم ابعتوا الفيديو ده لكل الناس اللي مش عارفه تروح الجيم، ابعتوا الفيديو ده لكل الناس اللي عايزه تعمل دايت، ابعتوا لكل الناس اللي محبطه ان هم مفكرين ان الموضوع لازم يتابعوا مع دكتور ويعملوا مش عارفه ايه وايه 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 وايه. قولوا لهم ان لا، في حاجات بسيطه لو اشتغلنا عليها حياتنا كلها هتتغير وهيبقى جيم تشينجر. الفيديو ده مزيج من حاله معايا قالت لي ان هي ده فرق معاها، وانا ضفت لها معلومات جديده، وانا جبت حاجات من على النت عشان اضيفها لكم في الفيديو ده. استخدموا كل نقطه فيه، صدقوني كل حياتكم هتتغير.